بعد أكثر من ساعة من رفضها إدخال جثته للتشريح، وافقت فادية بن مراد زوجة المرحوم فوزي بن مراد على إدخال الجثة للتشريح بمستشفى الطاهر المعموري بولاية نابل. والآن جثة فوزي بن مراد تحت التشريح لتثبت من أسباب الوفاة في انتظار صدور التقرير الرسمي للطب الشرعي حول أسباب الوفاة. وهنا في المستشفى أعداد كبيرة من المحامين من زملاء وكذلك من الإعلاميين وعديد الوجوه الحقوقية موجودة لهنا في انتظار صدور تقرير الطب الشرعي، وكذلك في انتظار خروج الطبيب ليعلمهم بأسباب الوفاة. لكن الملاحظ أنه علمنا من مصادر مقربة من فوزي بن مراد أنه كان منذ يومين تقريبا توجه المكتب أحد القضاة بولاية نابل وأعلموا بأنه وصلته تهديدات، وأعلموا بأنه يخشى على يخشى جدية هذه التهديدات، ولكن ربما ما فماش علاقة كبيرة بين الوفاة وهذه التهديدات. في انتظار صدور تقرير الطب الشرعي. ولكن الملاحظ أيضا أنه زوجة فوزي بن مراد قالت أنه يوم 6 هو ربما يكون يوم اقترن بالوفيات في تونس، خاصة أنه يوم 6 فيفري كان توفى أو اغتيل المناضل السياسي شكري بالعيد، واليوم 6 أبريل ينتقل إلى رحمة ربه الأستاذ فوزي بن مراد.